ازيكم يا جماعة؟ غبت عنكم يومين ولكن الأحداث لا تنتهي في مصر حتى لو مفيش ماتشات. لت وعجن. والصراحة في كام قرد كده عمال يتنطط، وفعلا كل قرد لازم يلزم شجرته بس لما يبقى عجوز ومتصابي. والموضوع مش موضوع ان احنا بنقلل من حد او بنتريق منه، لكن لما يبقى سنك كبير بالشكل ده وتبقى مفقوس بالشكل ده يا كابتن مدحت شلبي، اللي احنا بنحبك كمعلق لكنك كمحلل رياضي باين قوي من ايام ما كنت في مودرن سبورت قبل ثورة يناير، وانت طول الوقت ضد حزب صالح سليم او ضد الاهلي، او الله اعلم لو في حد بيزقك او انت بتتقرب من حد معين بتراضيه بانك تطعن في الاهلي طول الوقت. وبيطلع حلقتين في الاسبوع شلبوكة في غياب ابراهيم فايق، ولكن لازم عشان الناس تتفرج عليه يقطع في الاهلي ويبان. هو دلوقتي خلاص، ما هو عشان الترند تتشاف هتتشاف كده شبه صفحات الزمالك على الفيسبوك والسوشيال ميديا، اللي ماسكينها كلهم عارفين ان تلات ارباع الكلام اللي بيقولوه كذب وتضليل، لكن بيلموا ريتش. الريتش ده الزملكاويه اللي هم معظمهم مرضى نفسيين بيخشوا يفرغوا طاقة الغضب والمرض بتاعهم، والأهلاوية اللي بيخشوا يدافعوا عن الأهلي ويردوا فيعملوا ترافيك للراجل ده. عكس ما الأهلاوية معظمهم اللي بيشتغلوا على السوشيال ميديا أو على اليوتيوب يحاول دايما يتكلم بدليل، وبتكلم من فوق يلا. أنا بتكلم من فوق لأن أنا مفيش على راسي بطحة. أنا مش محتاج أثبت لك حاجة، أنا مش محتاج أجذبك إليا لأن أنا اللي معايا الشعبية كلها. ابتدى الحلقه امبارح وهو بيدعم حسام عبد المجيد، طبعا عظيم حسام عبد المجيد، نجم من نجوم منتخب مصر. وعايز اقول لك الغلطات ما تستمعش للناس اللي بتهاجمك والناس اللي بتقلل منك، يعني بيلقح كده ان هو حصل معاه مع شبه مدافعين قبل كده كانوا موجودين في الزمالك والجمهور استلمهم لغايه ما خلص عليهم. وقال لك ايه بقى؟ قال لك ان انت مدافع منتخب مصر ومدافع الزمالك، ولغايه يوم السبت اللي هو بعد بكره اللي هو بكره انا مش هكلمك ولا انتقدك عشان انت بتمثل مصر والزمالك بيمثل مصر، واحنا محتاجين البطوله الكونفدراليه دي عشان 4 مليون دولار وبطوله قاريه، والزمالك الفريق الوحيد اللي هو بيمثلنا وسلم لي عليه وهو جاي من هناك. هو مين معرفش، بس هو ده اللي قاله مدحت شلبي. قام عامل بقى النقله النوعيه، نقله امام عاشور خلاص ايجابيا بيتحدث عن الزمالك، والزمالك عنده حاجه سلبيه الهجوم، بيقطع حسام عبد المجيد يقوم هو يدافع عنه ويلحقه. امام عاشور عمال يتقطع كده كده من الجمهور بسبب استلام الاعلام الزملكاوي طول الوقت، يقوم هو داخل مكمل عليه، ويحكي حكايته مع ادم وطني وانه جاي له عرض في نيوم السعودي، ويجيب تليفون مع حد من نيوم السعودي ويقول لك احنا عايزينه ويستحق، وبعد كده بقى يبتدي يتكلم يقول لك ايه ده يستحق اكتر من زيزو. يا جماعه هتقارنوا زيزو بامام؟ لا لا لا، ده فرق كبير. طب الكلام ده ما كانش بيتقال ليه وزيزو في الزمالك؟ ليه دلوقتي زيزو بقى اقل من حسين الشحات؟ ليه دلوقتي زيزو بقى اقل من امام عاشور؟ ليه بقى دلوقتي زيزو ما يستحقش ياخد احسن لاعب في افريقيا وهو بيقدم نفس اللي كان بيقدمه في الزمالك اخر سيزون تحديدا؟ وتقلل ليه من زيزو اللي هو ملوش اي علاقه بالموضوع، موضوع بتاع امام على الاقل من ناحيه المشاحنات؟ وانت لسه من دقيقتين كنت بترفع في معنويات لاعب الزمالك حسام عبد المجيد. طب بتعمل ليه فتنه ما بين الاثنين؟ ويخش انتقاد في اداره الاهلي وصرف الدولارات وكاموش وعمال ينتقد كاموش والاهلي صرف دولارات. طب ما تقول يا كابتن مدحت ان الاهلي هيجي له من الفيفا فوق ال 2 مليون دولار بس بسبب لعيبه الاهلي اللي موجودين اللي هيلعبوا في كاس العالم. اي لعيب هينضم في كاس العالم كل يوم ب 10000 دولار. شوف الاهلي بقى كام لاعب عنده رايح كاس العالم، ده حتى المعارين بيتحسبوا اللي هيروحوا كاس العالم. ويشاء القدر ان هو يقول نفس الكلام ده في نفس اليوم اللي فيه وقف القيد ال 17 علشان سامسونج ايكانولا لاعب الزمالك، اللي الزمالك طلع بيان قال لك احنا سوينا معاه بيشتغل جمهوره، ما بيشتغلناش احنا، بيشتغل جمهوره لان هم بيصدقوا على طول. وتوقف القيد ال 17 لنادي الزمالك في نفس اليوم. طلع يكلمني على كاموش ويدعم الزمالك قبلها بدقيقتين وحسام عبد المجيد. منتهى التناقض، منتهى التناقض يا كابتن شلبوكة. وللاسف انت اسطورتك بتنهيها بايدك على الاقل عند جمهور الاهلي. كرهك للخطيب وكرهك لاداره الخطيب مخلياك مش محايد، مخلياك ما بتقولش الحق
يخليك المرض عندك بيبان في الدبل ستاندر واختلاف المعايير في نفس الدقيقه. يا راجل يا راجل، ده انت ما جبتش سيره وقف القيد للزمالك، وبقى الاعلام عامه بيتكلم عن وقف القيد ده كانه شيء عادي. يعني شوف الزمالك رغم البطولات، رغم ان هم حراميه، ربنا هيكرمهم، ربنا هيكرمهم يا حبيبي. وبقى ده هيخش بقى يجيب الضيوف بعد كده. نسينا نهني بيراميدز الإق والمقي بتاعت مدحت شلبي. نسينا نهني بيراميدز اللي خد 5 بطولات بعد ما خدوا الكاس في سنتين. طب ما الاهلي خد 5 بطولات في سنه، منهم الدوري والكاس والسوبر الافريقي والسوبر المصري، وكان رازع الزمالك 3 و4 مع كولر، وقبل امام عاشور وقبل زيزو، وكانوا الاثنين في الزمالك وكل ده، وما طلعتش قلت ليه تحيه لمجلس اداره النادي الاهلي انه خد 5 بطولات كبرى. يعني ايه على الاقل بيراميدز ما خدش الدوري في سنه واحده. وقعد ايه يغيظك اكتر، يقول لك بيراميدز اللي هو نادي بيكبر وبقى خلاص معادله صعبه في الكره المصريه. كل ده مقبول ومفهوم، وبيحسن اختيار الاجانب ويلقح تاني على كاموش، وهو عنده ايفرتون جوه اللي بيراميدز جايبه ب 4 مليون دولار ولا 3 مليون دولار بيديهم له في السنه، ومحدش يا جماعه بيجيب سيرته. ما هو ده اللي يجن الواحد. محدش بيتكلم على الزمالك اللي اخد اجازه ما بين ماتشين اتحاد العاصمه والمفروض يلعب سيراميكا. الزمالك لو لعب سيراميكا ما بين الماتشين دول انا هاخد الدوري. الزمالك هيخسر وانا هاخد الدوري، ولا بيراميدز هياخد الدوري وانا هضمن العب افريقيا. انما انت عكس ما عملت مع بيراميدز، يقول لك ده يا اخي انتوا الاهلاويه ضلاليين، كان بيتاجل لكم بالثمان ماتشات عشان كنت يا فاجر بلعب كاس العالم للانديه، بلعب اسبوعين في كاس العالم للانديه، بلعب 3 ماتشات، حضرتك عمرك ما سنطرت هناك، حضرتك بتلغي الريسيفر من جوه دماغك كأن البطوله دي لا تحدث. موضوع ان الاهلي طلع ثالث العالم ده 4 مرات انت اصلا مش بتتخيله، انت اصلا مش بتفكر بيه. ده واحد قال لي ده لو الزمالك لعب بورتو كان هيقطعها. ايه المستوى اللي انتوا بتلعبوا بيه ده؟ وانت بتدافع قدام اتحاد العاصمه، بتدافع قدام شباب بلوزداد الجزائري، بتدافع قدام الدبان الكونغولي، فانت بتتكلم في ايه؟ انت لو احنا كنا لعبنا بايرن ميونخ كنا هنلعب احسن. إيه لا بيدو المفروض الاهلي يبقى يحس بالعار على الاداء اللي قدمه قدام ريال مدريد. ريال مدريد ميسي هو ده الاعلام بتاعه، مهما عملنا هيقللوا فيه. وللاسف انضم ليهم ناس تانية مخضرمين شبه كابتن شلبوكة، ازدواج معايير ونخش على امام، والقصه اللي ما بتنتهيش ولا هتنتهي ولا هتخلص. امام عاشور انت ما بقتش لامع مع المنتخب الا وانت في الاهلي. انت لما كيروش خدك وانت في الزمالك كان مخليك احتياطي الباك اليمين اللي هو كان ساعتها اكرم توفيق اللي جاله رباط صليبي في ماتش نيجيريا. انت من اول بطوله فيتوريا اللي لعبنا فيها زي الزفت كنت انت الوحيد اللي لامع، انت ومروان عطيه، وبعديها مع حسام حسن بقيت اساسي في المنتخب، وبقيت النجم اللي بيتبنى عليه وبيتحط اسمك جنب صلاح ومرموش وتريزيجيه. وانت في الزمالك كنت احتياطي، كنا بنعتبرك لسه لعيب صغير، كان راكب عليك عمرو السوليه، واي حد هيلعب في الاهلي هيركب بسبب احتكاك الاهلي وبسبب ان الانديه بتلعب الاهلي بقوه وبشرف، فلعيب الاهلي مستواه بيزيد. ففكر في دي يا امام، فكر في دي. ازمات امام اكبر من موهبته، وللاسف من ايام ما كان دخل شمال في كارتيرون لما قال عليه ان هو بديل فرجاني ساسي، ولما سبخ شعره، ولما زق الفنس اللي هو السور في ماتش الجونه في الغردقه. انا كنت هناك على فكره، وكان ممكن يموت حد من الجماهير. خناقته مع الشناوي، خناقاته المستمره، تحس ان هو دايما بغض النظر هياخد فلوس ولا مش هياخد فلوس يفرقع البالونه، يصبغ شعره مع الاهلي، يغني غزاله حمراء. كل الحاجات اللي بيعملها دي هو طول الوقت عايز اتنشن. فحتى لو انت سويت موضوع الفلوس بتاعته ورضيته، هو مش هيتحمل ما يبقى ياخدش الاضواء. هو ده طبعه وللاسف. وبالتالي هل احنا ينفع نعوضه؟ مفيش اي لاعب قدامنا نقول ان هو ممكن يحل محل امام، وللاسف هو موهوب وممكن يبقى حاجه جامده في كره القدم المصريه، خصوصا ان هو عنده 28 سنه. يعني على الاقل يا اهلي الحقه 3-4 سنين، او خليه يكمل عقده للاخر هيبقى عنده 30 سنه، يمشي من عندك وهو عنده 30 يروح بقى الخليج يلف ويرجع الزمالك، مش فارقه، لان احنا هنتعامل معاه في الاخر معامله مختلفه. وهقول لك دلوقتي ينفع تعويض مهاراته، ينفع تعويض مهاراته. الاهلي كان بيلعب كره احسن قبل امام عاشور. اسمع مني، الفتره بتاعت اليو ديانج
وحمدي فتحي وعمرو السوليه في نص الملعب، ودخل عليهم مروان عطيه. دي الفتره اللي خدنا فيها الخماسيه، ودي احلى سنه الاهلي لعب فيها كوره من ساعه مانويل جوزيه، مع احترامي الفايلر وموسيماني وكل الناس اللي جت. خد الخماسيه، خد الخماسيه، افريقيا والدوري والكاس والسوبر وميداليه في كاس العالم للانديه. الاهلي عمل اداء عالي جدا، وادى اداء عالي قدام ريال مدريد، وادى اداء عالي جدا قدام فلامينجو البرازيلي، لولا بعض الاخطاء الدفاعيه والنواقص والفرقه اللي ما كانتش بتكمل لكولر. ينفع تعويضه؟ بالفرقه يقدر. واكبر دليل على كلامي امبابي لما كان بيلعب في باريس، هو كان نجم باريس زي ما امام هو نجم الاهلي، ولما كان بيغيب كان باريس بيتاثر زي الاهلي ما بيتاثر لما يغيب امبابي، امام، اسف. لكن لما جابوا مدرب عدل ومشي امبابي، ده لدرجه يا راجل ان رئيس فرنسا كان بيتحايل عليه او بيتكلم معاه ان هو يجدد سنه كمان. انت متخيل رئيس فرنسا بيتكلم لاعب عنده؟ ورغم ذلك لما مشى ربنا نصف باريس. بعد ما مشى ميسي ومبابي ونيمار، باريس بقى بص عامل ازاي، وصل النهائي ضد الارسنال اهو السنه دي، واخد الشامبيونز السنه اللي فاتت، وانا شفته في الاستاد وهو بيقطع ريال مدريد 4 ما تفكرنيش. فطبعا لا، الاهلي مش هيتاثر. طب الحل ايه؟ الحل ايه؟ الحل ان انا اقول لك لو اعلام الاهلي استلمه اعرف ان هو فتحته اتقرت. هو لغايه دلوقتي اعلام الاهلي بيدافع عنه. الحل انك تبعده عن ادم وطني، او تطلع بصيغه تقول ان ادم وطني ده مش موجود وده في ايد امام، يكتب بقى، ينزل ستوري، ابوه يطلع يتكلم، اي حاجه. انك لازم فعلا تعدل عقده، وانا شايف ان هو يستحق ياخد على الاقل شبه زيزو. شوف زيزو بياخد كام، الاهلي يقدر يدفع، بس هو مشكله الاهلي ان انا مش هقدر ازودك واحنا ضايعين. بس انت وعدته ببيان رسمي انك هتزوده، وكل ما بتاخر الوقت هتجدد للعيبه امتى؟ بعد كاس العالم لما يتالقوا ويجي لهم عقود بملايين. كابتن وليد صلاح الدين اللي جه عمل عكس اللي عمله كابتن محمد يوسف لما وعد اللعيبه ان هو وقعد مع بعض اللعيبه ان هو هيعدل عقودها. انا اسف، ما تضيعش لاعب زيه، امسك فيه لحد ما تقدر، لان هم هينسجوا عليه قصص وحكايات، وامام قال وامام عاد، وهياخدوه عندهم وهو ما هيصدق بقى بطبعه، وانت عارف دماغه يعني. مش ناقصه وجع دماغ. التعامل معاه على انه محترف مش منتمي، ده بقى نصيحه لجمهور الاهلي. في بعض اللعيبه منتميين، وليد سليمان هو مش من الاهلي، حسين الشحات هو مش من الاهلي، ابو تريكه اصلا ما كانش من الاهلي. دي لعيبه منتميين للاهلي، هتضحي بفلوس، انت بتحس ده في الملعب. امام عاشور منتمي لنفسه، مش منتمي لا ولا الاهلي والله ولا الزمالك. هتقول لي هو زملكاوي هو اهلاوي، طب ما شيكابالا زملكاوي ومضى للاهلي. شيكابالا، محمود علاء انت تعرف ان محمود علاء جاب فاضل له 3 اجوان ويجيب نفس عدد اهداف في شيكابالا في الدوري اللي لعب ربع قرن، بس دي قصه تانية بقى نبقى نقولها في الفيديو اللي جاي. فهو ده الحل الوحيد، انك تبعد عنه ادم وطني، انك تعدل له عقده، انك تعامله كانه لعيب محترف مش لعيب منتمي. حاجه ثالثه برضو جنتني قبل ما نختم خلاص سريعا، ابراهيم كانوتيه، اللعيب اللي انا بتكلم عليه من شهر 8، واللي كل الصحفيين الاهلي قال لك ان الاهلي بيخلص معاه، بعد كده لا، اصل النادي بتاعه طالب مليون دولار زياده. اللعيب احترف في الدوري الاسباني، اعتقد نادي الافيس ولا مش عارف ايه، ما رايح من دماغي دلوقتي، وجاب جول في برشلونه الماتش اللي خسره برشلونه مؤخرا. فطبعا رحنا جبنا كاموش، فطبعا ده يخلينا نفكر واحنا بنتعاقد خلص. ما تقولش اصل انا عندي لعيب 1 و2 و3 ولجنه السكاوتنج وعرضنا على المدرب هو اختار رقم 3، هو اصلا مختار رقم 1 بس انت مش عايز تدفع. ما انت بترجع تعيد تاني نفس الدايره، ما انت بترجع تعيد تاني نفس الدايره. عشان كده كل الاخبار اللي طالعه على اللعيبه انا بنفض لها يا باشا، بنفض لها، لان انا عارف الاهلي، وهي الاهلي هيبقى شبه رئيسه. شوف رئيسه مين، الاهلي هيبقى شبهه. كابتن محمود الخطيب في بعض القرارات بيبقى متردد وبيخاف ان هو يخسر فلوس، فيقوم خسرنا فلوس اكتر بان هو يجيب لعيب ملوش لازمه. وانا مش مصدق حته ان كابتن محمود الخطيب عشان ايده 100% دي لازم هيتدخل، لانه يا جماعه لعيب كوره واسطوره يعني. كلام برضو على فسخ عقد يسترب، وان الراجل عايز يطلع بصيغه احترافيه، هنشوف مش فارقه. انا عايز انساه من الوجود. اخر حاجه قبل ما اختم، النادي الاسماعيلي هبط، وكالعاده زي ما توقعت وقلت في احد الشورتات او الريلز ان هيقولوا الاهلي هو السبب. ماشي حبيبي، الاهلي هو السبب، ان اللعيبه اللي خدها منه من 25 سنه هي السبب في نزول الاسماعيلي. طب الاسماعيلي نزل في الستينات، كنت انا السبب؟ انا ذنبي ايه؟ فاهم؟ انت النهارده السنه اللي فاتت انت النادي الوحيد اللي صوت على نزول الاسماعيلي، وكل الانديه بقياده الاهلي صوتت على عدم نزول الاسماعيلي. طب حتى لو انا غلطان، ما انا كفرت اهو عن سيئاتي، ما انا اديت للاسماعيلي 500 لعيب،
500 لعيب، انا ذنبي ايه؟ علي ابو جريشه نفسه اسطوره الاسماعيلي قال لك ان يحيى الكومي ومجلسه هم السبب في اللي فيه الاسماعيلي. جابوا لعيبه كتير ما ادوهمش مستحقاتهم، 3 سنين قيد موقوف. طبعا ما حدش بيساعده، ما علينا يعني. انت فاهم؟ فما تلبسهاش للاهلي، ما تلبسهاش للاهلي. هل انا فرحان؟ هل انا زعلان؟ لا انا زعلان، لان انا مهما حصل ومهما كان بيفوت، وخلينا نكون صراحه يعني، ومهما كان بيتمنى للاهلي يخسر في افريقيا، ده طبيعي. لكن لا يمكن انسى بعد مذبحة بورسعيد جمهور الاسماعيلي كان ليه هتاف مع النادي الاهلي. طبعا ما اقدرش احط الهتاف لان كان في اساءه لمدينه بورسعيد، خلاص مش هينفع نسيء لمدينه، دي المدينه الباسله اللي وقفت في وجه العدوان كله، زيه زي جمهور الزمالك. لا يمكن يعني مهما حصل بخلافات ما بيننا كجماهير، لقطه ال20 وال74 دي لا يمكن تتنسي. على العموم بكره الزمالك بكره الزمالك في الكونفدراليه، وهنطلع نزيد سواء كسبوا او خسروا. احنا وشنا مكشوف يا باشا. هنشوف بس هيعملوا ايه. توقعاتي ان هم هيكسبوا. الفرقه الثانيه فرقه اتحاد العاصمه مع احترامي ليها يعني فنيا واقعه، ولو خسروا الزمالك برضو فنيا واقع. انا مش عارف الزمالك ازاي هياخد الدوري. ما انا قلت لكم الارض مقابل السلام، فاهمين؟ على العموم يا عم اعمل لايك وشير وسيب كومنت، وشكرا لدعمكم. وغز الجرس ولا غزهولك انا. سلام.